أهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، أتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. في حلقتنا النهاردة بنتكلم عن بردية وستكار أو بردية خوفو والصحراء. والبردية دي من إحدى نصوص الأدب المصري القديم، واللي بتحتوي على 5 قصص. يعني البردية دي لوحدها بتضم 5 قصص بتتكلم عن الأعاجيب اللي بيقوم بها الكهنة والسحرة. والنسخة الباقية من البردية بتتكون من 12 لفافة. في البردية دي بتخبرنا بقى عن إن الملك خوفو قد أصابه بعض الملل، وبعد تفكير دعا أبنائه ليقوم كل منهم بسرد حكاية أو قصة بتذهب عنه الضيق والملل ده. فقد قص أحد الأمراء عدة مغامرات بيفترض إن هي وقعت في حقبة أكثر قدما، وذلك في أوائل الدولة القديمة، وتحديدا عصر أو عهد الملك سنفرو. الملك سنفرو اللي هو والد الملك خوفو. ومن البردية بقى قصة حكاها أحد الأبناء اللي بيسمى باو إفرع، وبيتكلم عن الساحر أو الكاهن جاجا إم عنخ المتألق خلال حكم الملك سنفرو. ففي أحد الأيام شعر الملك سنفرو بالضيق اللي كان بيملأ صدره، فطلب من الساحر ده علاج لضيقه. فاقترح عليه جاجا إم عنخ اللي هو الساحر إن هو يقوم بنزهة في مركب بصحبة 20 فتاة جميلة. وبالطبع لم يكن في النصيحة دي أي أثر للسحر، ووجد سنفرو إن الأمر ده ممتع للغاية. ولكن سرعان ما عكر صفو الرحلة حادث مؤسف، فقد فقدت إحدى المجدفات الجميلات حلية ثمينة كانت بتزين شعرها، وأصابها حزن شديد لدرجة إن الطاقم بأكمله قد حزن لحزنها، ولم يعجب ذلك طبعا الملك. فأرسل في طلب الكاهن أو الساحر جاجا إم عنخ لعله بيستعيد بسحره تلك الحلية اللي عشان يردها للمجدفة الجميلة وبتستعيد لها بهجتها تاني. فجاء الكاهن ونطق ببعض الكلمات السحرية اللي أدت لوضع أحد نصفي مياه البحيرة فوق النصف الآخر، ووجد الحلي اللي كانت راقدة فوق شقفة، وتوجه لإحضارها من أجل إرجاعها لصاحبتها. ثم نطق الساحر مرة ثانية بتعويذة، رجع الماء تاني إلى ما كان عليه. بذلك عاد للجميع السعادة والبهجة مرة أخرى. بس كده، دي كانت قصة حلقتنا النهاردة. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بحلقة جديدة. سلام.